مساء الخير، عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني فدي قناتي. اتمنى ما تنسونيش بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والكومنت الحلو منكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض موسم هريسه الشطه بدأ، او الفلفل اللي هو الاحمر ده الحامي دلوقتي موجود قوي، وده الموسم بتاعه، فينفعش تبقى الموسم بتاعت الحاجه وما نستفادش منها. يلا بقى نعمل هريسه شطه ونخزنها، وهقولك على كل اسرارها وتركاتها، وهقولك ازاي لو عايزه تحطيها في الفريزر تعملي ايه، ولو عايزه تسيبيها في باب التلاجة هتقعد معاكي لمده سنه او اكتر هتعملي ايه وتفضل معاكي زي الفل. انا هنا معايا نص كيلو من الفلفل الاحمر. مش لازم تنزلي تجيبي الكميه كلها، يعني انا بحب يعني الحاجه اللي بخزنها كل ما بنزل اجيب لي نص كيلو اجيب لي كيلو، واعملها كده ايه واحده واحده. انا غسلته حلو قوي وحطيته في طبق. بصي بقى، اهم حاجه البذر بتاعه ده اللي جوه، اوعي تطلعيه. في ناس بتجيب الفلفل كده وبتقعد تقوره كده وتطلع البذر من جوه، لا، سيبي البذر بتاعه. البذر بتاعه ده هيبقى الماده الحافظه بتاعه الفلفل، ده اللي هيحافظ لنا على الفلفل يقعد معانا مده طويله من غير ما يحصل له اي حاجه. تاني حاجه، اوعي تمسكي بايدك. بصي انا ماسكه بكيسه جوانتي، اي حاجه ايدك هتلهلب لو استخدمتي ايدك. بلاش ايدك، بصي مش هتحسي بيها من كتر من الفلفل ده بيبقى حامي. بعد كده جبت الكبه بتاعتي او المفرمه مطحنه اي حاجه موجوده عندك، حطيت فيها الفلفل ونزلت بمعلقتين كبار من الملح. النص كيلو ده، نص كيلو الفلفل اخد معلقتين كبار من الملح. ما تقلقيش من الملح، الملح كمان بيهدي بستخدمه ان هو كماده حافظه للفلفل بتاعي. وتاني حاجه بستخدمه ان هو يهدي برضو من الحرقان بتاع الفلفل، يعني الملح بيكسر شويه من الحرقان بتاع الفلفل. في ناس بتحط مع الفلفل توم، بس انا بصراحه مش بحب احط توم. يعني التوم يعني في اكلات انا ببقى عايزه الهريسه بس من غير طعم التوم، فانا لو ضربت مع توم فانا كده خلاص انا لازم هستخدمها. لكن انا بعمله كده، والاكلات اللي بحتاج فيها إن الفلفل يبقى معاه توم بهرس توم وبخلطهم مع بعض. انتي بقى بتحبي تحطي فيه توم مفيش مشكله، حطي على النص ده مثلا نص راس توم او راس توم، براحتك على حسب ما انتي بتحبي نكهة التوم في الفلفل عاملة ازاي. بس انا بصراحة بحب ان انا اضربه كده بس بالملح وما بحطش فيه توم. هتضربيه حلو قوي، وكل شويه تفتحي كده، تفتحي بتاعه الكبه بتاعتك وتفضلي تقلبي عشان تتاكدي ان هو ما فيهوش حتت صغيره وان كله اتضرب حلو قوي. اضربيه حلو. البذر بتاعه زي ما انا قلتلك في ناس بتشيله منه، لا، انا عايزه البذر بتاعه ده عشان البذر ده هو اللي هيحافظ لي عليه. يبقى انا عندي الملح وعندي البذر بتاع الفلفل، دول هما الماده الحافظه بتاعه هريسه الشطه اللي انا هعملها. طيب لو انت مش عايزاها بقى هريسه شطه حاميه، عايزه تقللي الحرقان بتاعها خالص، ممكن تجيبي فلفل احمر اللي هو المكبب ده وتضربيه معاه. ممكن مثلا تحطي ما بين للنص كيلو ربع كيلو فلفل احمر من المكبب، او فلفلايه واحده. يعني هو اصلا الربع هيعمل كام يعني، هيعمل فلفلتين او 3 على حسب حجمهم. فعلى حسب برضو انتي حابه حامي قوي او بارد قوي. انا عن نفسي هريسه شطه يعني شطه. هنا بقى جبت برطمان يكون نظيف ومغسول ومتعقم حلو قوي، وهحط فيه هريسه الشطه. وهقولك بقى تعملي ايه لو انت عايزه تحطيها في الفريزر، ولو هتعملي ايه لو انت عايزه تسيبيها في باب التلاجة. مشكلتها ان هي لما بتتحط في الفريزر ان انت قبل ما تستخدميها لازم تطلعيها وتسيبيها تفك شويه عشان تقدري تستخدميها. وساعات بيجي لنا اكلات كده يعني بتهف علينا اكلات بتبقى محتاجاها. فانا عن نفسي ما بحطهاش في الفريزر، كنت الاول بحطها في الفريزر، دلوقتي بسيبها في باب التلاجة. لو انت عايزه تحطيها في الفريزر فانت زي ما هي اللي احنا بنعمله ده هتعملي نفس الطريقه دي بنفس الخطوات، بس طبعا مش هتحطي برطمانات ازاز، عشان انت لو هتحطي في الفريزر خلي بالك اوعي تحطي هريسه الشطه ببرطمانات ازاز. يبقى برطمان بلاستيك عندك، هتعملي زي ما احنا بنعمل كده، هتملي البرطمان للاخر وتخبطيه حلو قوي تطلعي منه اي الهواء. يعني بصي انا ضغطت عليه كده بالمعلقه وتخبطيه تطلعي منه اي هواء وتغطيه وتحطيه في الفريزر، وكده هرسه الشطه عندك بقت جاهزه. طيب لكن لو انت بقى عايزه تحطيها في باب التلاجة ويقعد معاكي سنه كامله او اكتر من سنه، يعني انا عايزه اقول لكم انا عملت ده وسايباه عندي. انا الفيديو ده مصوراه اصلا من قبل العيد، قبل العيد بيوم او يومين. كنت مجهزاه عشان خاطر الفته وكده، وحطاهم في باب التلاجة وهجيب عليهم تاني. انا قلت بعد العيد ان شاء الله اجيب نص كيلو تاني واعمله واسيبه عندي في باب التلاجة، مش هيحصل له اي حاجه، وهنطلعه مع بعض ان شاء الله السنه الجايه واوريكم لو اتبقى عندي يعني، واقول لكم بصوا زي ما هو ما حصلش فيه اي حاجه. طب هنعمل ايه؟ انا
ضغطت الفلفل حلو أوي وطلّعت منه الهوا، حطّي على وشه بقى بُصّي غطّي وشه كده بشوية من الزيت، ما تحطّيش كمية كبيرة، مجرد إن أنتِ بتغطّي الوش بتاعه بس بكمية من الزيت، وبعد كده هتجيبي من الملح وتجيبي معلقة صغيرة، وهنرُش على وش البرطمانات دي شوية كده من الملح زي ما أنتِ شايفة كده. دول برضه كل دي مواد حافظة أنا باحفظ بيها الفلفل بتاعي، وحطيه في باب التلاجة، وبجد هيقعد معاكِ فترة طويلة جدًا لحد ما تخلّصيه إن شاء الله بألف هنا وشفا، مش هيحصل له أي حاجة نهائي. لا طيب لمّا هتحطيه بقى لمّا تحبي تيجي تطلّعيه بالمعلقة كده ابعدي الملح والزيت كده وتاخدي وترجعيه تاني في التلاجة، أهم حاجة تستخدمي معلقة ما تبقاش مبلولة وتبقى ناشفة وتبقى نضيفة. ما بتستخدميش معلقة كنتِ بتعملي بيها حاجة وتاخدي منها، كده أنتِ هتبوظيه، ناشفة ونضيفة. أتمنى فيديو النهارده